بناتي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. الفيديو النهارده هيكون تكمله للسلسله بتاعتنا بتاعت اكبر كميه منتجات انا جربتها وايه رايي فيها. انا عامله السلسله دي بقالها تقريبا فتره، بقالها اكتر من فيديو، بس انا كل فتره بفصل كده بفيديو مختلف عشان ما نزهقش وبنرجع تاني للسلسله بتاعتنا. فاللي مش عامل سبسكرايب للقناه فايته كتير يعمل سبسكرايب عشان يكمل معانا السلسله دي، لان تقريبا السلسله دي يا بنات فيها اكتر من 100 منتج كلهم خاصين بالبشره وبالجسم وبالشعر، فاكيد هتستفادي من السلسله دي. فتاكدي انك عامله سبسكرايب ومفعله زرار الجرس، وهستنى لايكاتكم الحلوه وتعليقاتكم الحلوه. برحب بكل حبايبنا الجداد معانا في القناه، ويلا بينا على الفيديو. طيب يا بنات، اللي مش متابع السلسله دي اكيد مش هيفهم الشنطه دي فيها ايه. انا عايزه اقول لكم ان الشنطه دي انا مجمعه فيها كل المنتجات اللي انا بقول لكم عليها، اللي انا بعمل عليها ريفيوهات الفتره دي، وبختار من الشنطه دي عشوائي كده من غير ما ابص، والمنتج اللي بيطلع معايا بتكلم عنه. وكل فيديو بختار 3 منتجات عشان ما اطولش عليكم الفيديو. فيلا بينا نشوف هيطلع معانا ايه المره دي. طيب ده يا بنات شاور اسمه مود، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا اهو، والريحه دي اسمها بالي. عايزه اقول لكم ان الشاور ده تقريبا انا اول واحده على اليوتيوب اتكلمت عنه، لاني بستخدمه بقالي زمان جدا من قبل المقاطعه بسنين تقريبا. من اول ما نزل كان نازل في ميني سو بس، فاول ما شفته في ميني سو كنت فاكراه مستورد، جريت عليه اجيبه واستخدمته، يعني ايه، واستخدمته كذا مره وفاكراه مستورد، ما كنتش عارفه ان هو مصري. وبعدين لما جيت مره قريت الحاجات اللي عليه او الكلام اللي عليه عرفت ان هو مصري. الباكجينج بتاعه وريحته الوانه كمان، عايزه اقول لكم ان في منه الوان كتير قوي، في منه الاخضر الزرعي، وفي منه البينك، وفي منه الموف، وفي منه الاورنج، في منه الوان كتير، وهم مترصصين كده على الستاند. والمكان الوحيد اللي كنت بلاقي فيه الشاور ده هو ميني سو، عشان كده كنت متاكده ان الشاور ده كوري او مستورد. بس يعني عايزه اقول لكم انبهرت لما عرفت ان هو مصري. فالباكجينج بتاعه وروايحه كلها تحفه. عايزه اقول لكم انه بيقعد فتره كبيره جدا، لانه حجمه 750 مللي، فاكبر من كده مش هتلاقوا. ريحته بتفضل في الجسم شويه. عايزه اقول لكم يا بنات انه بيعمل بابلز فظيعه، واقل كميه منه بترغي وبتعمل بابلز كتير قوي. خطير، وريحته تحفه، ومش بينشف الجسم خالص. لو استخدمتيه في الشتاء برضو بيبقى كويس جدا. بصراحة انا منبهرة بالشاور ده لحد دلوقتي، ومن اكتر الشاورات المصرية الكويسة قوي. هو اسمه مود، والريحة دي السنت دي اسمها بالي، فده انا ريكومندد جدا ليكم. طيب يا بنات هنشوف هنختار ايه دلوقتي. ده بقى غسول اسمه بايوديرما، اكيد طبعا كلكم عرفتوه. فيا بنات الغسول ده بتاع بايوديرما. طبعا كلنا عارفين ان بايوديرما مشهوره اكتر بالغسول اللي هو لونه اخضر تقريبا، ده للبشره الدهنيه، بس البينك ده للبشره الحساسه. وانا كنت بستخدمه على طول من قبل المقاطعه. بصراحه هو حلو قوي للبشره اللي بتتحسس بسرعه، اللي بيطلع فيها حبوب، اللي بتحمر من اقل حاجه، اللي اقل حاجه بتاثر فيها. فالغسول ده كان جنتل قوي معايا، حجمه حلو قوي، حجمه 200 مللي. طبعا ماركه بايوديرما هي ماركه طبيه، طبعا مش هتلاقيها غير في الصيدليه بس. وانا اصلا بصراحه مش عارفه هو موجود دلوقتي ولا لا، ولو موجود طبعا هيكون غالي. كلون وكباكجينج وكالبامب بتاعته حلوه قوي بصراحه. الحاجات المستورده دايما يا بنات ما فيهاش غبار على الباكجينج بتاعتها، وانا دي حاجه بتبهرني بصراحه. اول حاجه يا بنات ببص عليها او بتبهرني هي الباكجينج، وبعدين ببص على الفورمولا بتاعه المنتج نفسه. فبصراحه البيوديرما ده كان حلو قوي، وكمان اسمع اللي هو بتاع البشره الدهنيه خطير. فالماركه دي كويسه جدا، بس طبعا هي مقاطعه دلوقتي، وانا اصلا مش عارفه هو موجود في الصيدليات ولا لا، وكمان معرفش اسعاره وصلت لكام دلوقتي. اكيد لو موجود في الصيدليات دلوقتي هيكون اسعاره عاليه. وانا عايزه اقول لكم ان المنتجات المصريه او البراندات المصريه بصراحه ما اثرتش من ناحيه الكلينزرات والغسولات. يمكن اللي متابعني على القناه كلمت لكم على كذا براند عامله غسول مصري وهمي وتحفه، وهرجع اتكلم عنهم تاني. فطبعا ده كان كويس قوي، بس في حاجات مصريه تستاهل وارخص بكتير من بايوديرما. اخر منتج معانا النهارده ده
ده سكراب وماسك من سانت ايفز. سانت ايفز يا بنات ماركة مستوردة. طبعا سانت ايفز مشهورة بالسكرابات وبالكريم بتاع الجسم والشاور جل وكده، وفي ماسكات وفي حاجات كتير قوي من سانت ايفز. سانت ايفز يا بنات هي ماركة بصراحة انا كنت بحبها جدا وكنت بستخدمها بقالي سنين وفي حاجات كتير قوي، بس للاسف هي ماركة مقاطعة. بس اللي عايزه اقول لكم ان بقى السكراب ده، بما اننا احنا بنتكلم النهارده عليه، السكراب ده من احلى السكرابات اللي انا استخدمتها، وخصوصا كمان ان سانت ايفز عندها لاين سكرابات كتير لكل نوع بشره. فعايزه اقول لكم ان ده خطير. ده جايباه للبشره الحساسه، هو مكتوب عليه ان هو البشره الحساسه، بس انا شايفاه من وجهه نظري يناسب كل انواع البشرات، لان انا بقالي فتره كبيره يا بنات وبقالي سنين بقول لكم ابعدوا تماما عن السكرابات اللي فيها حبيبات كبيره. السكراب اللي فيه حبيبات كبيره بيعمل حفر في البشره وبيعمل ترهلات للبشره مع الوقت. ودايما انصح بالسكرابات اللي هي الجنتل قوي، حتى لو انتي بشرتك دهنيه، فدايما انصح بالسكراب ده لانه هو جنتل جدا، حجمه حلو، بيقعد فتره كبيره، وكمان هو مكتوب عليه من ورا ان هو جنتل، خفيف على البشره. عايزه اقول لكم قوامه عامل ازاي. عارفين لما تجيبوا شوفان وتطحنوه وتحطوا عليه لبن؟ عارفين انتوا القوام ده؟ صراحه ريحته وقوامه وتاثيره على البشره حلو قوي. فانا دايما يا بنات على القناه عندي بنصح ان انتي تستخدمي سكراب خفيف او جنتل على البشره، وتبعدي تماما عن السكرابات اللي فيها حبيبات كبيره. دايما خلي السكراب اللي فيه حبيبات كبيره ده لجسمك، انما لوشك دايما هاتي سكراب يكون جنتل جدا. ودايما انصح بالسكرابات اللي هي الكيميائيه مش الفيزيائيه. السكرابات اللي فيها حبيبات دي هي بتبقى فيزيائيه، لكن السكراب الكيميائي ده اللي هو بيكون عباره عن سولوشن كده، ميه كده بتتحط على البشره وتتساب مثلا كام دقيقه وبعد كده تغسلي بشرتك. ده بيعمل نفس تاثير السكراب الفيزيائي بس من غير ما يضر البشره. فدايما انصح بالسكرابات دي. بس بما اننا بنتكلم عن السكراب ده، فالسكراب ده صراحه خطير، بنصح بيه جدا. بس كده يا بنات، ده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. هستنى تعليقاتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه، وشجعوني بقى كتير في الكومنتات، عايزه كلام كتير حلو كده وورود ورود ورود. ايه رايكم نخلي كل التعليقات كلها ورود؟ فاي حد هيتفرج على الفيديو ده يبعت لي ورود في الكومنتات. وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير، وباي باي.